بينا احنا كلنا عشان المحصول يبقى كتير. لا يا كامل يا ابني، انت اللي هتمسك الشغل والغيط عزق وكل حاجه، وسالم هو اللي يمسك البيع والتجاره. يعني انا اللي اتعب واجقى وهو يحصل الخير. انا لما اساعد بطريقتي مش لازم اتعب زيك في الطريق. شد حيلك يا كامل وقد لك مصلحه. السلام عليكم يا حاج مينا، ايه الاخبار؟ عليكم السلام ورحمه الله. والله الحمد لله تمام. تعرف يا اخي، انا ربنا رزقني بولدين، واحد للشقا والتعب والتاني للراحه والتجاره. يعني انت زرعتهم بطريقتين مختلفه؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده يا حاج بكري؟ العيال مش زرع عشان ازرعهم بطريقتين مختلفه. لا يا حاج مينا، العيال زي الزرع، لو رويت جزء وسبت الجزء التاني في جزء هيطلع قوي ويتحمل، وجزء تاني هيطلع ضعيف وما يتحملش. يعني تقصد ايه بالكلام ده؟ يعني انا مظلومهم كده؟ انا بقول لك الحاج، واللي بياخد الفلوس من غير تعب مش هيحس بقيمة الارض، واللي شايل الحمل لوحده مسيره هيجي يوم عليه وهيتعب وهيسيبها ويمشي. وانا قلت اللي عندي وريحت ضميري. ما تفرقش بين ولادك يا حاج مينا. السلام عليكم. بص يا ابني انت هو، من النهارده الارض دي ملكوا كنتوا الاتنين، اللي هيشتغل هياخد حقه واللي هيتعب هو اللي هيحصل. يعني مش هتفرق بينا تاني؟ الارض ما بتفرقش بين زرع وزرع، والمزارع اللي مش عادل زرعه نفسه هيظلمه في الاخر. كده الزرع هيبقى احسن والبيت هيبقى اقوى. خلاص يا سالم كده، روح اشتغل مع اخوك وساعده وتبقى ظهركم في ظهر بعض وما تسيبش اخوك خالص. يلا.